في حواري مع البروفيسور نعوم تشومسكي تعرضنا إلى نوال السعداوي، وأولا شكرا لك على المساعدة لنصل إلى هذا اللقاء. هو زميل وصديق وبيننا إعجاب، هو يعجب بكتاباتي وأنا أعجب بكتاباتي، وقد تحدث عنك مطولا في اللقاء. يبقى اديني الشريط أشوفه قريبا الحلقة. لكن في نقطة معينة تعرض إلى مصر وأكد على أنه ما جرى في مصر هو انقلاب. قلت لتشومسكي أنه مثقف في مصر لا يساندونك. حاولت لا، أنا مختلفة معاه في هذا تماما وهو يعلم. أنا مختلفة معاه تماما ومختلفة مع اليسار الأمريكي. أنا خسرت عدد من أصدقائي اليساريين اللي كانوا أساتذة معايا في جامعة نيويورك وفي ميل في أمريكا، خسرت صداقتهم خالص. ليه بقى؟ زي نوم تشومسكي، لأن اعتبروا ثورة 30 يونيو انقلاب. ليه بقى؟ أنا قلت لهم أنتم متأثرين بأوباما وبالسياسة الأمريكية في أمريكا وأنتم لا تعيشون هنا. ما عرفتوش إحنا عانينا قد إيه من حكم الإخوان المسلمين في مصر. شوف الإخوان المسلمين بيفجروا، الإخوان المسلمين بيفجروا في مصر دلوقتي. ماذا تقولين لتشومسكي الآن وسيترجم هذا إلى الإنجليزية؟ أنا قلت له لا، دفاعا عن ثورة، عن ثورة 30 جوان وعن السيسي. لا أنا لا أقول له، أنا أقول أنا كتبت مقالات وترجمت ونشرت باللغة الإنجليزية، ونوم تشومسكي يعرف أن أنا ضد فكرته وفكرة اليسار الأمريكي اللي هم معظمهم صحابي في نيويورك اللي قالوا ان 30 يونيو انقلاب. انا عرضتهم جدا وكتبت ضدهم وهم يعرفوا. ماذا تقولين انت؟ بس نوم تشومسكي بيحترم رايي. هو احترم رايك. في ناس تانية. انت ماذا تقولين عن 30 يونيو؟ 30 يونيو ثوره شعبيه لم يفعلها السيسي. 30 مليون خرجوا وجي. انا حتى فاكره كنا متضايقين ان السيسي كان متباطئ فاكرين، وكان يقول انا هتدخل وما يتدخلش. حتى احنا في ناس شكوا قالوا ده مستني موافقه من امريكا على انه يتدخل ويشيل الاخوان. في تليفون بيني وبينك من بيروت للقاهره ايام قبل وصول السيسي قلت انت تساندين وصول السيسي. انا اساند الثوره. انا شاركت في جميع الثورات في مصر لما ببقى موجودة. وحكيتي لي لما طلعتي على الموتوسيكل على فكرة في يناير. فطبعا ثورة يناير وثورة يونيو ثورات شعبية هامة في مصر، وثورة يناير هي الأم التي أنجبت يونيو. يعني لولا يناير ما كانش جه السيسي جه بسبب ثورة الشباب دول في يناير. هل تقولين أنه مصر الآن وقع استردادها؟ لن تضيع مصر؟ استرداد مصر بعد 30 يونيو؟ استردادها من الإخوان؟ لا شوف، دي عايزة بقى مناقشة دلوقتي. أنا بكتب مقالات في الأهرام وكتبت عدة مقالات قبل كده. هو حصل إجهاض لثورة يناير وأنا كتبت إجهاض لثورة يناير، وفي شباب زي الورد في السجون وحكم عليهم بالمؤبد، والقاضي قال إن ربنا هو اللي حكم عليهم. قال ربنا نزل حكم عليهم مش أنا. بيضحك على مين؟ ففي إجهاض للثورة. الإخوان طبعا ضربوا ولن يعودوا، مش ممكن، الشعب رفضهم. ولكن أيضا الحكومة المصرية حكومة محل متخاذلة، وده اللي هيودي البلد في داهية. كيف يمكن الدستور يمنع تكوين أحزاب سياسية؟ وده مقالي الجاي في الأهرام دينية. الدستور يمنع تكوين أحزاب سياسية دينية، ومع ذلك موافقين على حزب النور. وليس ذلك فقط، حزب النور ألعن من حزب الإخوان المسلمين وأكثر تخلفا وأكثر خطورة. ودلوقتي طلعوا المنابر، وزارة الأوقاف تراجعت أمام حزب النور. وأكثر من هذا مقالي بقى حوالين إزاي حزب النور بيقطع رؤوس النساء وبيلغي رأس المرأة ووجهها من الكارنيه بتاع النساء اللي بيترشحوا للبرلمان. إزاي امرأة مقطوعة الرأس؟ أنا كاتبة بقول مقطوعات الرأس بالسيف السلفي، مثل مقطوعين الرأس بالسيف الداعشي.